في نوع من الناس لو دخل حياتك ممكن يبوظلك دماغك، ثقتك وحتى احساسك بنفسك. بس الغريب انك ساعات ما بتكتشفوش غير بعد ما يكون دمر كل حاجة. هو مش ساحر، بس بيلعب على اضعف حتة فيكي. النهاردة هحكيلك عن الشخص النرجسي وازاي تكتشفيه بسرعة قبل ما تتأثري بيه. كملي معايا الفيديو للنهاية وانت هتعرفي ازاي تتعاملي مع الشخص النرجسي. استني، عملت لايك وشير ومتابعة للصفحة واشتراك في القناة. انا اسيا عبد الرحمن ودي نضارة السودا. يلا بينا. يعني ايه شخص نرجسي؟ الشخص النرجسي مش واحد مغرور، مش بس مغرور، ده شخص شايف نفسه محور الكون وكل الناس اللي حواليه صغيرين قوي. مشاعرك، افكارك، رأيك مش مهمين بالنسبة له الا لو بيخدموه او بيكبروا صورته. الشخص النرجسي بيداري عدم ثقته بنفسه بانه يقلل من كل اللي حواليه ويظهر بصورة خارقة قدام الناس. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو شخص مش واثق في نفسه من جواه، بس هيعمل نفسه واثق قوي. هيتكلم عن انجازاته، هيقلل من انجازاتك، هيفخم في نفسه ويخليك تحسي انك صغيرة قوي. طيب ايه العلامات اللي تخليني اعرف ان الشخص ده نرجسي؟ كل ما تتكلمي يقطعك، كل ما تحكي حاجة يرد عليكي بانه يحكي عن نفسه. مثلا لو قلت له انا فرحانة عشان اترقيت في شغلي النهاردة، يرد ده طبيعي، الشغل اللي انت فيه اي حد يترقى فيه. او يقولك انا اتعرض عليا منصب اكبر بكتير من اللي انت فيه، فطبعا بيقلل منك. او مثلا لو راكبة عربيتك وبتسوقي وهو لسه متعلم السواقة جديد، يستنى اي غلطة عشان يقولك هو انت بتعرفي اصلا تسوقي، عشان طبعا يقل منك. وهو لسه بيحب التحكم والسيطرة جدا، يعني لازم يعرف بتكلمي مين، رايحة فين، لابسة ايه، بتفكري في ايه. ويعمل كده مش من غيرته، ركزي في النقطة دي، مش من غيرته، من حبه في السيطرة عليكي. طب اعرف ازاي انه مش غيران هو بيتحكم فيا؟ هقولك، الراجل النرجسي ممكن يخلي مراته لو محجبة تخلع الحجاب لو صاحبه مراته مش محجبة، عشان بس يثبت له انه احسن منه. فبالتالي هو كده مش غيران، هو مسيطر، هو بيفكر ازاي يكون احسن وبس. لكن الشخص الغيران على مراته بيبقى شايفها جميلة، بيخاف راجل يبصلها، بيغير عليها، مش مهم نفسه قدام الناس، المهم مراته، حتى لو اقل من مرات صاحبه، حتى لو اقل من اي حد، المهم انه محافظ عليها، غيران عليها. ده طبعا الفرق بين النرجسي المسيطر والشخص الطبيعي اللي بيغير على مراته وبيحبها. خدي بالك، دايما هيلعب على انه يقلل منك ويفقدك الثقة في نفسك. مثلا كل حاجة بتعمليها وتفرحي بيها هيقولك عليها انها تافهة، ودايما هيحسسك انك مش من مستواه، هيوصلك لمرحلة احمدي ربنا انك جوزتك. طيب ازاي تحمي نفسك قبل ما تدخلي في حياة شخص نرجسي؟ صدقي احساسك، لو في حاجة مش مريحة يبقى في حاجة مش طبيعية في الشخص ده، يبقى تبعدي احسن. قيمي نفسك، لو انت مش عارفة قيمتك النرجسي هيحطلك قيمة اقل من حياتك، هيخليكي ولا حاجة جنبه، فتبعدي احسن. او لو ليه تصرفات غريبة ما تبرريش ليه، يبقى انت كده بتحمي نفسك قبل ما تدخلي في حياة شخص نرجسي. طيب لو انت بالفعل متجوزة من شخص نرجسي، ما تستنيش انه يتغير، لانه مش هيتغير. اتعاملي معاه بتجاهل، خصوصا لما يتفاخر بنفسه قدام الناس. حطي مسافة بينك وبينه في التعامل، ولو قلل منك خليكي دايما واثقة في نفسك قدامه حتى لو انت مش واثقة في نفسك، ودايما حسسيه انه محظوظ انك في حياته. الشخص النرجسي مؤذي، للأسف مؤذي، لان عندهم فراغ داخلي كبير جدا، مش بيحبوا نفسهم بجد، فبيحاولوا يثبتوا لنفسهم قيمتهم عن طريق تحطيم الناس اللي حواليهم. عندهم خوف من انهم ما يبقوش مهمين، فبيعملوا اي حاجة يثبتوا بيها انهم فوق الناس. الشخص النرجسي مش بس بيأذيكي، ده بيعلمك تشك في نفسك، يضحك في وشك وهو بيوجعك، يقلب الحق باطل ويخليكي تعتذري عن حاجة هو اللي عملها. عايزاكي تفتكري حاجة، ان النرجسي مش محتاجك، ده عايز يسيطر عليكي. شاركي الفيديو ده مع اي بنت يهمها ازاي تتعامل مع الشخص النرجسي.
استني، عملت لايك وشير ومتابعة للصفحة؟ يلا اعملي بسرعة. وعايزة اقول حاجة، ورا كل نضارة سودا في كلام كتير لسه ما اتقالش. انا اسيا عبد الرحمن، سلام.